السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو بتاع النهاردة هوريكم طريقتي في كفتة الحاتي، سهلة وبسيطة من غير أي افتكاسات، بحاجات بسيطة جدا هتطلع معانا أحلى من الكفتة الجاهزة. زي ما انتم شايفين كده لونها حلو ومستوية كويس، وعايزة أقول لكم بقى إن ريحتها وطعمها تحفة. وكمان هنعملها في الفرن علشان لو ما عندكيش شواية فمفيش أسهل ولا أبسط من كده. أول حاجة عندي بصلاية كبيرة مقطعاها على 4، هفرمها فرم متوسط، ولو ما عندكيش كبة هتبشريها بالمبشرة عادي. بعد كده هاخدها هصفيها من المية بتاعتها. بعد ما عصرتها كويس رجعتها تاني في الكبة، ودي المية بتاعت البصل هنحتاجها بس مش دلوقتي. بعد كده حطيت عليها اللحمة المفرومة، دول اقل من نص كيلو بشوية، يعني نقول مثلا 400 جرام. وبرده لو ما عندكيش كبة هتحطي المكونات دي في بولة، وبعد كده هتعجنيهم بايديكي كويس اوي. دي اللي هي بتاعه الخروف او الدهن بتاع الخروف، انا كنت حطاه في الفريزر، حطيت منه زي معلقة كبيرة كده. فلفل اسود، وكمان حطيت ملح، وحطيت كمان نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي الكفتة ما تكونش مكتومة. هخلط بقى المكونات دي مع بعض كويس في الكبة او بتعجنيهم بايدك زي ما قلتلك. واهم حاجة بقى علشان الكفتة تديكي نتيجة حلوة وتطلع كده شبه الجاهزة وتطلع طعمها وشكلها حلو، لازم اللحمة يكون فيها نسبة دهون، يعني ما ينفعش اللحمة تكون حمرا قوي. كده خلاص كل المكونات اختلطت مع بعضها. انا ما بحطش في الكفتة اي توابل غير الملح والفلفل بس، وطبعا البصل. دي بقى مية البصل، حطيت عليها معلقة صغيرة من الصلصة، قلبتهم مع بعض كويس. وهنا عندي صينية حطيت فيها شبكة، ولو مش موجودة عندك الشبكة دي هتحطي الكفتة على الصينية على طول، بس هتمسحي الصينية بمسحة بسيطة من الزيت علشان الكفتة ما تلزقش. اي حاجة بقى مدورة تصبعي عليها الكفتة علشان تبقى شبه اللي معمولة على السيخ بالظبط. انا عندي معلقة خشب، باخد كده قطعة من اللحمة وبصبعها كده على المعلقة بالشكل ده، وباخد من المية بتاعة البصل والصلصة وبدهن على الكفتة من بره، يعني ببل ايدي كده زي ما شفتوا، وبصبع اللحمة بالشكل ده. بعمل بصوابعي كده علامات في الكفتة علشان تديني شكل حلو، وبسحب المعلقة الخشب كده بالراحة منها. ودي كده اخر واحدة. مسخنة الفرن بقى على درجة حرارة 180 او درجة حرارة متوسطة. مدخل الكفتة تقريبا ما بتاخدش يعني نص ساعة بالكتير قوي، وفي نص فترة التسوية بطلعها بقلبها على الناحية التانية وادخلها تكمل تاني، يعني من تلت لنص ساعة مش اكتر من كده على حسب الفرن عندك. حطيتها بقى في الفرن وبدأت ان انا اجهز الرز. انا برضو هعمل الرز النهاردة بطريقة بسيطة جدا. حطيت حلة على النار فيها معلقة زيت ومعلقة سمنة. بعد كده نزلت عليهم كوبايتين رز مغسول، ده رز مصري مش رز بسمتي. هقلب الرز الاول شوية مع السمنة والزيت. بعد كده بحط معلقة صغيرة مليانة من بهارات الرز البسمتي.
البهارات دي موجود فيها كل حاجة، فانا مش بحط توابل تانية. هي فيها حبهان وفيها ورق لورا، فيها قرفة وقرنفل وفيها كل حاجة، وفيها كركم وكاري، فمش بحتاج معاها اي حاجة تانية غير الملح ورشة بسيطة من الفلفل الاسود. قلبتهم كويس. بعد كده بضيف كوبايتين من المية المغلية. واول ما المية تبدأ تغلي بهدي النار وبحط الشياطة او الصاجة بتاعة الرز، وبعد كده بسيبه بقى يستوي على مهله. انا مش بستنى يتشرب المية كلها علشان انا مستخدمة حلة ستانلس. لو انتي مستخدمة حلة ألمونيوم هتستني يتشرب المية وبعد كده هتوطي عليه، لكن الحلة الستانلس علشان ما يلزقش معاكي، فقبل ما يتشرب كمية المية كلها بتكوني موطية عليه. دلوقتي بقى اخر حاجة هجهز الطحينة. اخدت 3 معالق كده من الطحينة، حطيت عليها نص ليمونة ومعلقة من الخل، وحطيت كمان معلقة صغيرة من الكمون، وحطيت معلقة صغيرة من الملح. واخر حاجة ضفت ربع كوباية من المية السخنة. بقلبهم مع بعض كويس. ممكن كمان تحطي فص توم، بس انا بحط توم على الطحينة لما اكون عاملاها جنب السمك، لكن لما اكون عاملاها جنب المشاوي مش بحب احط معاها توم. كل واحد بقى على حسب ما بيحب. وزعتها كده على طبقين. وحطيت رشة شطة وورقة بقدونس علشان يبقى الشكل حلو. وكمان حمرت بطاطس علشان تبقى الأكلة كاملة من كله. دلوقتي بقى خلاص الأكل استوى. جبت طبق كبير غرفت فيه كمية الرز كلها. والكفتة كانت استوت وريحتها كانت تحفة. اهم حاجة زي ما قلتلكوا علشان الكفتة تديكي نتيجة حلوة ان اللحمة يكون فيها نسبة دهون كويسة وما تكونش حمرة. وكمان انا زودت لها دهون بتاعة اللحمة الضاني، فعطيتها بقى طعم ونكهة حلوين جدا. في الاخر بقى حطيت رشة بقدونس كده علشان تخلي الطبق شكله حلو. وكانت وجبة حلوة جدا، على الرغم ان الكفتة ما فيهاش توابل كتير والتوابل بتاعتها بسيطة، الا ان هي كانت زي الجاهزة بالظبط وكانت طعمها حلو جدا. كده احنا وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى ان شاء الله ان كنتوا تجربوها وتعجبكم، واشوفكم الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.